يفضل يا جمهور اللايك السريع على الفيديو الفظيع برنساتي. مرحبا بكم في قناتي شهد والتمريض. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا بكم في شابتر 13، شابتر الفيروسات اللي الكل مستنيه والكل متضايق من الشابتر ده ومش عارف يفهمه ولا عارف يحفظه ولا عارف وقلقان من الامتحان وحاجات كتير كده ملخبطة. قبل ما نبدأ انزل حط اللايك، وبعد ما تحط اللايك هقولك ما تحطش كومنت دلوقتي. امال احط الكومنت امتى؟ حط الكومنت بعد ما تخلص، اللي هو دلوقتي انت داخل مش طايق الشابتر، عايزك بعد ما تخلص تكتب لي شعورك بقى بعد ما كنت داخل ما انتش طايق الشابتر، ما انتش عارف حاجه عن الفيروسات. مش هحفظهم والفيروسات كتير وبتلخبط، ودي فتره الحضانه مش عارفه فيها كام، واصل دي طرق العلاج مش عارفه فيها ايه. عارفه الشعور ده. تعالى بقى معايا واحنا نظبط الشابتر ده واقول لك تعمل ايه فيه بالظبط، واخليك تدخل الامتحان تقفل الشابتر ده باذن الله. زي ما قلت لكم سيبوا الكومنت للاخر، عايزين تكتبوا دلوقتي اوريدي ما عنديش مشكله يعني. طيب ايه اللي هنتكلم فيه عن الشابتر ده يا شباب؟ هناخد فيه او عايزين نعرف ايه؟ عايزين نعرف ايه هو الفيروس نفسه. الفيروس ده اسمه ايه؟ تمام. بينتقل ازاي؟ طريقه الترانسميشن بتاعته ازاي؟ طرق العلاج او اللقاح او الفاكسين او التطعيم بتاعه، لو ليه او مش لو ليه، هو ليه فتره حضانه. الانكيوبيشن بيريود يا شباب، الانكيوبيشن بيريود بتاعته بيقعد كام يوم. لو ليه انواع، لو الفيروس ده ليه انواع، عايزين نعرف كل الحاجات دي. تعالى معايا يا دكتور، جهز كتابك والماركر بتاعك والقلم الرصاص وتعالى واكتب وسجل معايا الحاجات دي، وتعالى نلم لك الفيروسات كده في ملخص جميل وفي شرح اجمل. ولو طلعت من الفيديو ما انتش فاهم او مش ما ثبتهمش وحافظهم زي اسمك، نتحاسب واكتب لي برضه في الكومنتات. طيب اول حاجه عايزه ابدا بيها، كنت اقول ايه؟ في حاجه كنت عايزه اقولها قبل ما بقولها نبدا يعني. ما علينا يعني، جهزوا بس حاجاتكم وسموا الله وتعالوا يا شباب نبدأ. المحاضرة هنا اسمها viral disease transmitted by contact، اللي هو يا شباب الفيروسات او الامراض اللي هي الفيروسية دي ازاي بتنتقل هو بيقول لي باي كونتاكت هنا عن طريق اللي هو ايه، الاحتكاك او الاتصال وهكذا. تمام. طيب اول حاجة، اول فيروس معانا فيروس ربيع. والله بسميه فيروس ربيع، لا ما بحبش انطق الاسم بتاعه. يبقى انا دلوقتي عندنا فيروس مين؟ ربيع. مالكش دعوه، سيب لي بقى الشرح، ده تخصصي انا اشرح زي ما انا عايزه. ركز يا دكتور، ركز يا دكتوره وخليكم معايا. فيروس ربيع ايه بقى هو؟ بيقول لي ده بيكون اكيوت سي ان اس انفكشن، عدوى بتجي في الجهاز السنترال نيرفس سيستم. اكيوت بتكون حاجه اكيوت، يعني مش حاجه كورونا مستمره معايا، حاجه اكيوت، حاجه يعني لسه حصلالي وهكذا. تمام. ذات از اولموست فيتال. يعني ايه فيتال او مش فيتال اللي هو بالايه؟ عشان في فيتال اللي هو بالايه ده الجنين، لا. ما علينا من نطقها، بس اللي هو فيما معناه اللي هو مميت. فيروس فيتال يا شباب او فيتال، فيروس مميت. او يعني هو كده عايز يقول ان هو اول ما بتيجي عندي تدخل لانها بتاثر على مين؟ على السي ان اس. تعالوا كده هاتوا معايا قلم، يا رب بس تكون الجودة تمام. هو في السي ان اس، في الجهاز العصبي المركزي سنترال نيرفس سيستم. اوريدي الانفكشن دخلت على السي ان اس، فاوريدي لازم ان هو يكون فيتال. يبقى انا اول حاجه يا شباب اثبتها عن فيروس ربيع ايه؟ فيروس ربيع بيكون فيتال وبيكون بيدخل على السي ان اس انفكشن يا دكتور، او اكيوت سي ان اس انفكشن يا دكتور. فل مش عايزه اكتر من كده. تفاعلوا معايا واحفظوا معايا وركزوا معايا يا دكاتره. الباثوجينز بيقول اي بي فاريوس، بيكون طبعا اللي هو الاي بي اللي هو الاي اختصار انكيوبيشن، وبي بيريود فتره الحضانه بتكون من 2 ل 16 اسبوع. احفظوا زي اسمكم. ربيع بيجي عندنا بيقعد معانا كام يوم في البيت؟ بيقعد معانا حوالي من 2 ل 16، من 2 ل 16 ايه ويك. تمام. طيب مش يوم، من 2 ل 16 ويك. but less with bite on face or heat. ان هو يا شباب بيكون عندي اقل يعني في لو في الفيس اللي هو في الوجه او الرأس يعني. تمام. طيب كنت عاوزه اقول ايه؟ الاعراض. انا قلت لكم من ضمن الحاجات اللي انا عايزه اعرفها اعرف الاعراض، صح ولا قلنا لا؟ تقريبا ما قلتش اعراض. ما علينا، من ضمن الحاجات اللي انا عايزه اعرفها عن الفيروس، عن كل فيروس من الفيروسات اللي هقولها لكم النهارده، نعرف كمان من ضمنها الاعراض. ايه الحاجات السيمتومز اللي بتظهر عليا؟ قال لي الانسان بيحس انه عنده هيدك، فل، عنده ماليز توعك، عنده فيفر، عنده انوركسيا فقدان الشهية، عنده irritability تهيج، وهيدرو هيدروفوبيا. حد يقول لي يعني ايه هيدروفوبيا؟ لو رحتوا ترجمتوها هتديكوا داء الكلب، ماشي، بس هي مش داء الكلب او مش في معناها كده. هو معناها ان انا عندي فوبيا من يعني من اللي يعتبر من المية او من الماء اللي هو بيبقى فيه
اسمه مال مستمر حاجة كده يعني. المهم ان هي فوبيا اسمها هيدرو ايه فوبيا، فدي برضو من ضمن الاعراض عندي. فاينالي ساليفيشن بيبقى عندي اللعاب بتاعي كتير. ديسفاجيا عندي كونفلجن باراليسيس، كلها حاجات اللي هو ايه مثلا كوما، بيحصل عندي غيبوبة اكواير اندنج اندس، وفي النهاية بقى ممكن تنتهي بان انا بموت، لان قلت لكم الفيروس مميت زي ما اتفقنا. طيب نعرف ايه هنا؟ اعرفوا بس اللي هو يعني شوية اعراض منهم، تمام، يعني عامة كلهم اعراض بسيطة. يعني ايه؟ يعني لو جه قال لك، لو احنا طبعا احنا بقى نحتمل هنا او مش بنحتمل، احنا اوريدي بقى هطبق لكم الاسئله مقالي. لو جه قال لك وات از ذا سيمبتومز اوف الربيع فيروس، شوفوا ايه ربيع، بجد والله مش بهزر. تيجي طبعا كانت تكتبوا ايه بقى، مثلا اقول لك اذكر، مش لازم اذكرهم كلهم، ممكن اقول له عامه هي الاعراض بسيطه، اللي هو صداع، فيفر، لا ده irritability، لا ده انوركسيا فقدان الشهيه، لا ده ديسفاجيا ده اللي هو صعوبه البلع، اللي هو عندنا مثلا كونفوليوشن اللي هو يعني مشاكل في اسمها ايه كانت ايه تمام، مشاكل في الرؤيه، بارالايسيس بتاع ده اللي هو شلل، حاجات كده فاهميني، اللي هو كلها حاجات سهله مش صعبه كده. دلوقتي عرفنا عن ربيع كام حاجه لحد دلوقتي. عرفنا ان هو بيكون اكيوت سينيس انفكشن وبيكون فيتال يا دكتور، وبعد كده يا دكتور خدنا الاي بي بتاعته انها بتكون من 2 ل 16 اسبوع، بيجي الربيع بيقعد عندنا ضيف من 2 ل 16 اسبوع، تمام. وكمان يا دكتور بيكون عندي بايت في الفيس ومين والهيد، وكمان يا دكتور السيمتومز بتاعته هيدك وفيفر، حاجات سهله احنا عارفينها يا دكتور. فل يا مستر انت والمس. طيب ركزوا معايا البروفايلاكسيس، الوقايه بقى يا شباب، اللي هو طرق العلاج زي ما انا قلت. عندنا هيومن ديبلويد سيل فاكسين، اللي هو بنختصرها في اي اتش هيومن، ودي ديبلويد وسي سيل وفي فاكسين. طبعا بيقول لي ان هو بيكون اكتيفيتد فاكسين، عندنا ده بيكون فاكسين في باخده على 5 او 5 دوزز، بيكون في 0 3 و7 و14 28 دي بوست اكسبوجر، بعد ما بيكون اوريدي الفيروس جالي. حلو، ده اللي انا اعرفه برضو عنه. تعالوا نخلص فيروس ربيع ونختصره كده ونلخصه. acute CNA infection بيكون فيتال، بعد كده يا دكتور بيجي لنا ضيف من 2 ل 16 اسبوع، بعد كده يا دكتور بيكون في الفيس والهيد بيكون عند البايت، بعد كده الاعراض بتاعته، بعد كده يا دكتور الوقايه. طبعا واحنا عرفنا ان هو بيكون اتش دي سي في بي، اللي هو الفاكسين بتاعه اتش دي سي في، ماشي، عارفين اللي هو ايه. عايزه اقولها لكم اختصار بس هي عامه، يعني هبقى اقول لكم لو جالي فكره على الجروب اقول لكم تحفظوها ازاي اتش دي سي في، مش كهيومن ديبلويد، لا كنفسه تثبتوه ازاي عشان ما تنسوش، انا مش عايزاكم تنسوه. هو فعلا لخبطه الفيروسات مش في ان هي صعبه وبس، في ان هي كمان كتير، واوريدي بقى بتقعد طب ده مين، طب ده كان مش عارفه ايه، طب ده انا نسيت، ده هو ربيع فيروس ولا كان هيرب فيروس اللي هو كان بيقعد معانا من 2 ل 16 اسبوع. طب هي الفيفر والانوركسيا والحاجات دي كانت اعراض للهرب ولا الربيع، ولا كانت للفيروس سي ولا فيروس ايه ولا كده. فانا فاهمه الدنيا، فما تقلقوش هظبط لكم الدنيا دي. المهم نعرف بس ان هو الفاكسين اتش دي سي في فل. بعد كده باخد 5 جرعات ماشي، بيكونوا في الايام دي بعد مين بوست الاكسبوجر فل لحد دلوقتي. تعالوا ندخل على تاني فيروس، هيرب فيروس. والهيرب فيروس ده يا شباب بيكون commonly infect man include، يعني يا شباب بيحصل عندي عدوى للرجل وبتشمل كام نوع. عندنا هيرب سيمبلكس فيروس اللي هو انا اصلا سميته اتش اس في، جه منين اتش هيرب اس سيمبلكس وفي فيروس، ماشي، اتش اس في 1 و2. بعد كده حاجه اسمها، ده كلها انواع. طيب بس مش انا قلت لكم ان ساعات ممكن يكون الفيروس ده ليه انواع، لو ليه انواع نعرفها فل. كمان الفاري سيلا، الفاراسيلا ده او زوستر فيروس اللي هو اختصار زوستر، ده كمان بسمي او باخدها اتش زد في فيروس، ماشي. الاتش دي جت منين؟ هي الزد زوستر، تمام. عشان هو مثلا هيومن يعني ولا ايه، ولا هيرب؟ اتش عشان هو هيرب، يعني هو حتى لو هي فارسيلا بس هي اتش عشان هو ايه هرب يا شباب، تمام. اتش عشان هرب مهمه. الابستين مش مهمه في حاجه، مش سؤال عشان تفهموها انتوا، عشان الاختصارات بتبقى غبيه فما تضايقوش، ولسه هندرس كل نوع من الاربعه دول بالتفصيل، تمام. ابستين بار فيروس اللي هو اي بي في، تمام. اي هنا بقى خد الاي اللي هو بتاعت ابستين، وبي بار وفي فيروس. بعد كده السيتو ميجالو فيروس سي ام سي سيتو.
وبعد كده ميجالو نفسها، لان ده طبعا سيتوميجالو كلمتين مش كلمه، بس هي كلها على بعضها سيتوميجالي يعني ميجالو. وبعد كده الفي فيروس. حلو، تعالوا بقى نعرف اللي اسمها ايه التايبس دي، ندرس كل واحد يا شباب ان ديتيل شويه. اول حاجه يا شباب الفيروس ايه اللي هو الاتش سي، مش هقول هيرب سمبلكس فيروس، لا انا هقول بقى اختصار على طول اللي هو اتش اس في. حلو، بينتشر ازاي؟ السبريد بتاعته اللي مش انا قلت لكم عايزين نعرف بينتقل ازاي، هو بينتشر ازاي؟ قال عن طريق مين؟ عن طريق الكونتاكت يا شباب، تلامس مع مين؟ مع الدروبلت اللي هو الرذاذ او الانفكتد سلايفا. يعني أنا مثلا دلوقتي عندي حد مثلا عطس في وشي، ما هو ده دروبلت، ده يحصل لي لو هو عنده الفيروس ده ينتقل لي، يبقى يحصل لي سبريد منه او عدوى منه، ده الاتش اس في. فل كمان الانفكتد سلايفا، لو هو السلايفا بتاعه فيه سلايفا طلع سكريشنز طلعت من الماوس بتاعه يا شباب، طبعا دي برضو بتكون معديه، ده الاتش اس في. بعد كده الكلينيكال سيندروم عندنا متلازمه، دي الهرب لابيالز والكيتا رو كونجنكتيفيتس، طبعا ده التهاب، والانسيفالايتس. تمام، كل ده التهابات، انسيفالايتس وهرب لابيا، او عامه مش الهرب لابيالس، لا انا اقصد ان الكيراتو كونجنكتيفيتس، حاولوا تقسموها عشان تنطقوا كلام صح. كيراتو كونجنكتيفيتس كونجنكتيفيتس. تمام، طيب فده التهاب، وده والانسفالايتس ده التهاب. تمام، الفاكسين بيكون تحت التريل. يعني ايه تحت التريل يا شباب؟ يعني مش متاكدين منه، لسه بيجربوه، اللي هو ممكن ينفع وممكن لا، فاهميني؟ بس طيب فده اللي انا عايزه اعرفه عن الاس في واحد، الاتش اس في واحد. لسه هناخد الاتش اس في 2. ركزوا معايا قوي قوي قوي، المحاضره والله ما صعبه، والله ما صعبه، و19 صفحه دول هخلصهم لكم في نص ساعه، يعني 40 دقيقه بالكتير ان شاء الله. بس تركزوا معايا، عايزاكم تطلعوا من المحاضره هنا، لا عايزه الحماس ده يبقى، عايزاكم تطلعوا لا مبسوطين بجد، يعني تدعوا لي، مش عايزه اكتر من كده. طيب قلنا ان احنا كنا في الهرب، وقلنا ان الهرب كان اتش اس في 1 و 2. عرفنا ان الهرب يا شباب اللي هو الاتش اس في 1 بينتشر عن طريق الكونتاكت، ومهمه جدا 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 ان انا اعرف ان هو بيحصل له سبريد. لو قال لك وات او هاو اتش اس في 1 سبريد، اقول له واكتب له الاجابه ازاي، اقول له كونتاكت ويز ايه اوردر بليت اوف الانفكتد سلايفا. ماشي، او اللي هو عن طريق الكونتاكت مع ان انا بيبقى عندي ايه دوربلت او في الايه او في الانفكتد سلايفا. يعني يا شباب قطرات الرذاذ او السلايفا اللي بتاعه الرذاذ بتاع السلايفا اللي بيكون انفكتد او فيها عدوى، بيحصل عندي السبريد منها، او بيحصل عندي الانفكشن منها، العدوى بتنتقل من خلالها. بعد كده عرفنا ان هو بيكون الفاكسين بتاعه ليه فاكسين، لا تحت التجربه اندر تريل. تمام، طيب عندي بقى كام حاجه كلينيكال او المتلازمه اللي بتكون فيه، ان بيحصل عندي حاجه اسمها هيرب لابيالز، وحاجه اسمها ايه كلمه انتوا علموها كده، كان في كلمه طويله كان كونجنكتيفيتس. تمام، وانسفالايتس، مش عايزه اكتر من كده. طب رقم 2 بينتشر ازاي؟ سيكشوال يا شباب، عن طريق اللي هو الجماع. تمام، اللي هو بين الذكر والانثى، اور تو نيو بورن ديورنج البيرث، او عن طريق الطفل اللي بيكون عايزه نضيفه عشان كل شويه عماله ادوس عليها، او عن طريق الطفل اللي بيكون ايه لسه مولود during البيرث. تمام، فل قوي قوي قوي. طيب الكلينيكال سيندروم هنا بيبقى عندي حاجه اسمها جينيتال هيرب، حاجات جينيتال اللي هو في الايه الجهاز التناسلي، ونيونيتال هيرب. ليه؟ ما احنا لسه قايلين فوق ان هو ايه عن النيو بورن والسيكشوال اللي هو عن طريق الجماع. طب ما يبقى الجينيتال صح والنيونيتال صح. فل. طيب امال هنا كنا بنقول ايه؟ هنا كنا بنقول عندنا هيرب ماشي، وكونجنكتيفيتس والانسفالايتس. فل. طيب فرقوا بينهم عشان مهمين جدا. الكلينيكال مانيفستيشن، الاعراض المانيفستيشنز، بيبقى عندي فيسكولار ليجيونز مي تشينج تو شالو السيرز، دي ممكن تتغير او توصل معايا لان يبقى عندي مثلا قرحه هيل وزاوت سكيرنج. الفاكسين برضو هنا ملوش فاكسين، بيكون تحت التجربه. انتوا عايزين المعاني بتاعت ده ابعتها على الجروب ان شاء الله. تمام، بس انا مش عايزه اترجمهم، يعني انا دلوقتي عايزاكم تعرفوا ان انا عندي في اللي هنا بيكون في التهابات انسفالايتس بقى وكونجكتيفيتس والحاجات دي. تمام، طيب هنا الكريتا هنا معناها اللي هو عارفين في العين يا شباب. تمام، في الكرياتين
هنا عايزاكم تعرفوا ان هي بتكون ليجيونز وبتكون بتتغير، ممكن توصل لألسير، وممكن ايه يبقى عندي كمان هيل وزاوت سكيرنج. بس الفاكسين مفيش فاكسين، اللي هو بيكون تحت التجربة اندر تريل. لو جاء لكم الفاكسين بتاع ال1 او ال2 قولوا اندر التريل، يبقى كده الاتنين دول متفقين فيه ان هما الفاكسين بتاعهم اندر التريل. ده بيكون السندرومات او الحاجات اللي بتبقى بتسببها لي حاجات التهابات، اللي هو اي حاجه ايتس يبقى كده التهابات ثبتناها. تمام. غير طبعا الايه اللايبيالز ده او الهيربس لايبيالز. طبعا هنا في الرقم 2 بيبقى عندي فيسكولار ليجنز، ودي بقى بتعمل لي شال ulcers وهيل وزاوت سكارينج، بس من غير ما يبقى عندي سكير او ندبه او اي حاجه. تالت حاجة احنا قلنا هندرسهم كلهم بالتفصيل، صح؟ قلنا عندنا 1 و2 هندرس بقى الفارسيلا او الاتش زد ايه في، اللي هو برضو فارسيلا زوستر، اللي هو الفي زد يا شباب، هي يعني نفس الاختصار في زد. مهم قوي ان انا اعرف الفارسيلا زوستر هو في زد او هو نفس الاختصار اللي قلناه فوق عشان ما تلخبطوش بينهم. طبعا بيقول لي زيرو ار تو ديسيز، عندنا تو ديسيز يا شباب كوزد باي سيم فيروس، بيتعملوا بنفس الفيروس. يعني عندنا مرضين تو ديسيز فيروس واحد بيسببهم لي. الفارسيلا اللي هو الاسم التاني ليه تشيكن بوكس يا شباب، وده بيكون برايمري ديسيز 1 ار واي دي معناها برايمري ديسيز كاركترايزد باي جنرالايزد ايوبيشن. تمام. طيب الترانسميتد باتنين عن طريق الريسبيراتوري، جهاز تنفسي، الرذاذ او الدروبليت بتاعه، اور كونتاكت ويز الايه الليجيون. تمام. طيب اللي بقى فيه احتكاك زوستر او الشينجلس، ده بيكون ريكورنت فروم، بيجي او بيكون جاي من مين؟ فروم ريزلت فروم الايه ري اكتيفيشن. هو طبعا characterized by localized irrigation. تاني عندنا واحدة generalized وعندنا واحدة localized. مش عايزة ادخلكم في حوارات ترجمة لان حقيقي مش هتخلصوا، وهتلاقوا المحاضرة بدل ما تاخد مني تلت ساعة ونص ساعة شرح هتدخل مني في ساعات. ليه؟ عشان انا مش عايزاكم تحفظوهم عربي، انت كده اوريدي هتكتبهم انجلش، وكده لازم تحفظهم انجلش، فركزوا معايا وانا هثبتهم لك انجلش، ده اللي عليا. تمام. طيب حد محتاج المعاني يبقى ابعت له، وانا ابعت لهم لي على الجروب. تمام. طيب انا دلوقتي عايزه اعرف، احنا عندنا قلنا فارسيلا وزوستر، اللي هو الفي زد. الفارسيلا بسميه تشيكن بوكس، والزوستر بسميه شينجلس. ركزوا بقى معايا اهو، بثبت لكم الدنيا اهو. يبقى ده كده اللي هو فيروس واحد عمل لي تو ديسيز، اللي هو الفارسيلا والزوستر. الفارسيلا اسمه تشيكن بوكس والزوستر اسمه شينجلس. ده بيكون برايمري اللي هو المين؟ الفارسيلا. طيب بيتميز بان هو جنرالايزد اريوبيشن. ده كاركترايزد باي، عايزه القلم عشان تثبتوا معايا، ده اهو قلنا بايه؟ جنرالايزد اريوبيشن. طيب ده ايه؟ ده لوكالايزد اريوبيشن، ده بيكون حاجه عامه لكن ده لوكالايز في المكان بتاعها بس. طيب ده كان بيتنقل عن طريق الريسبيراتوري، مهمه جدا 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 انا عارفه ان هو بيتنقل عن طريق الجهاز التنفسي. عايزه اعلمها لكم بحاجه. ماشي، حته انا هخلينا نشرح هنا وكملخص، وان انتوا تعلموا دي ازاي وتثبتوا دي ازاي نبعتها على الجروب قشطه. لو في حد يا شباب بيسمعني من بره يبعت لي، هحط لكم لينك الجروب ان شاء الله في الديسكريبشن، اما يدخل الجروب وطبعا هيلاقيني هناك فيبقى يبعت لي بقى واتس ويتواصل معايا ويعرفني، او انا هسيب لكم كمان رقمي برده في الديسكريبشن عشان لو حد من بره يعرف يتواصل معايا واعرف ايه هو عايز ايه بالظبط. تمام. طيب عذرا على الصوت بس انا حقيقي فاصله. قلنا ان انا عندي ده بيكون عن طريق الريسبيراتوري دروبلت او عن طريق الكونتاكت ويز الليجين. طيب ده بيكون ريكورنت جاي من نتيجة مين؟ الري اكتيفيشن، بس مش عايزه اكتر من كده. ريكورنت ري اكتيفيشن ده جاي من الريسبيراتوري او الكونتاكت من ايه؟ مع الليجين، بس مش عايزه اكتر من كده. عندنا حاجه اسمها الكونجينيتال فارسيلا سندروم. الكونجينيتال يا شباب ممكن تكون تحدث او كواير فولوينج الماتيرنال كيسز بتاع الايه؟ الحاجات الامويه بقى اللي هو خلال البريجنانسيا والحمل. يعني مين تبع مين؟ الشيكن بوكس، ما احنا عارفين ان الفارسيلا هو الشيكن بوكس. تمام. فممكن تكون تعمل لي مشكله عند الماتيرنال او الام خلال ديورنج الايه؟ البريجنانسيا او الحمل. طب ازاي الوقايه منها؟ عندنا تو بروفايلاكسس. اما حاجه اسمها الفاريفاكس، طبعا وقاية لقاح اسمه كده يعني مش هترجم فيه حاجة، وحاجة اسمها الزوستا فاكس. تاني انا بنطقهم لكم عشان نسهلهم، فاري وسوستا علموها والله العظيم حاولوا تسهلوا. فاري وسوستا ايه المانع يعني؟ هو لازم اقولها زوستا؟ هي فاري
وسوسته. فاري ده بيكون living attenuated vaccine، والتاني living attenuated vaccine. ده recommended للأطفال، بديه على جرعتين، تمام. وبيكون فيرست بتكون من اول 12 ل 15 شهر، والسكند بتكون من 4 ل 6 سنين، وهو عنده 4 و6 سنين، ده الاطفال. التاني اللي هو اتنيوتد فاكسين برضو بوصيه للكبار، واحد للاطفال واحد للكبار اللي بيكونوا اكبر من ال60 يير، وبيبقى سنجل دوز، مش 2 دوز، لا مش جرعتين، هي مره واحده. والاكشن بتاعها انها بتعمل لي ريديوس للريسك اوف الجيتنج زوستر، بتخليني ان هو ما يبقاش عندي اصلا الفيروس اللي اسمه زوستر ده يا شباب، بتخليني ان انا اصلا ما يبقاش عندي الفيروس اللي اسمه زوستر. الكونجينيتال فاريسيلا سيندروم، نعرفها عشان مهمه، نعرف انها بتحصل في during البريجنانسي، عشان جايه في الامتحان وبفتكروني. هقول لكم في الاخر، هعمل لكم مراجعه، يعني اللي هو اوريدي هيبقى في مراجعه، وهقول لكم كمان في المحاضره في الاخر ايه المهم برضو فيها. يبقى انا كده يعتبر بثبت لكم الحاجات مرتين اهو، ادعوا لي بس. كده احنا قلنا للتشيكن بوكس، وعرفنا ان هو خلال during البريجنانسي. عرفنا البروفايلاكسيس عندنا حاجتين، فاري وزوستا او سوستا زي ما انا عايزه اقولها. فاري بتكون living attenuated vaccine، احفظوا معايا ورددوا ورايا، رددوا ورايا. انا عايزاكم تكونوا متفاعلين، انا مش فيس تو فيس ومن ورا الشاشه وكلها، بس لا انتوا مين بيقول معايا، يعني عايزاكم انتوا تكونوا متفاعلين، عشان لو قعدت تسمع الفيديو كده هتنعس، انا مش عايزه كده، تمام. living attenuated vaccine برضو اللي هو الايه السوسته، ده بيكون للchildren وده بيكون للكبار، ده على جرعتين وده على جرعة واحدة، تمام. اللي على جرعتين بدي الأولى من 12 ل 15 شهر، والتانية بتكون وهو عنده من 4 ل 6 سنين. اللي الكبار بيكون أكبر من 60 سنة، وبديه مرة واحدة. وطبعا الأكشن بتاعه إن أنا ببقى عايز أعمل أقلل الريسك من إن أنا يجيلي زوستر أو فيروس زوستر، وبس كده. تعالوا ناخد تالت حاجة من ضمن الأنواع اللي كانت CMV. عايزة أفكركم احنا كنا فين. لو كنا بندرس يا شباب في أنواع الهرب، خدنا أول حاجة فيروس ربيع وخلصناه، عرفنا كل حاجة عنه، بينتشر ازاي وأعراضه والانكوبيشن بيريود وكل حاجة. بعد كده دخلنا على الهرب، عرفنا إنه ليه تايبز، كانوا كام تايبز؟ كانوا 4 تايبز، ولكن أول تايبز منه كان 1 و2 عرفناهم، اللي هو ال HSV والايه 1 وال HSV 2. بعد كده دخلنا على فارسيلا وزوستر وعرفناهم. وبعد كده المفروض في ابستين، لا هندرس الاول السيتوميجالو اللي هو الايه CM في يا شباب. السيتوميجالي عايزين نعرف ايه بقى. قال لي طبعا بينتقل ازاي. اول حاجه بادئ لي هنا بينتقل من خلال ترانس بلاسينتال، اللي هو عن طريق يا شباب المشيمه بتاعه الام، وزن البيرس كانال خلال القناه بتاعه الولاده، والبريست كمان ملك. يبقى انا كده دلوقتي ثانيه تاني علموا معايا الحاجات دي، طبعا علمهم في الكتاب، ويا رب تكون الجوده تمام. البلاسينتال اول حاجه، بعد كده خلال البرس كانال، بعد كده البريست ميلك ولو انا برضع وعندي المرض ده، او الاس سي ام في ده سوري اللي هو سيتوميجالو، اوريدي هيتنقل للبيبي عندي، تمام. طيب الصلايفه اصلا اللعاب بتاعي السكشوالي برضو اثناء فتره الجماع، والبلاد ترانسفيوجن اللي هو اسمها ايه نقل الدم، والترانسبلانتيشن اللي هو زراعه اسمها ايه الاعضاء او الاورجانز يا شباب، او نقل الاعضاء سوري، مش زراعه، او نقلها وزراعتها برضو هي. فده الترانسميتد بينتقل ازاي، مهمين جدا. ده السي ام في والسيتوميجالو، انا بحبه الفيروس ده، مش بحبه اللي هو يعني هو حاجه حلوه، لا سهل، يعني هو اصلا سيتوميجالو فاللي هو سهل في كل حاجه حقيقي. فبيتنقل ازاي بقى؟ عن طريق المشيمه وعند الام، عن طريق البيرس كانال بما انه ولاده، وعن طريق البريست ميلك بما انه ولاده وحمل ومش عارفه ايه، فكلهم حاجات مرتبطه ببعض. بعد كده يدخلوا على السلايفا والسيكشوال والبلاد ترانسفيوجن نقل دم، والترانسبلانتيشن بما ان نقل دم ونقل اعضاء. بس كده حاولوا تثبتوا الدنيا وتسهلوهم على نفسكم وتظبطوهم. انا بدرس حاجه وصعبه عليا، لا ده انا اخترع لها 1000 قصه عشان تثبت في دماغي. ماشي يا سوسته انت وربيع، فاكرين الحاجات دي بفتكروني. طيب نكمل، كنا وصلنا لحد فين؟ الكلينيكال فورمز يا شباب. عندنا حاجه اسمها السيمتوماتيك، اللي هو ان انا بيبقى عندي الاعراض يا شباب، بيكون هو الفيروس عندي بس مش ظاهر اعراض، تمام. وعندنا الاي ام ان لايك البيكتشر، اهو نكملها يعني بعد كده. وعندنا السيتوميجاليك انكلوجن ديسيز. تعالوا ندرسهم يا شباب الكلينيكال فورمز دول الثلاثه دول بالتفصيل. اول حاجه السيمتوماتيك ليتنت انفكشن، وان ويتش الفيروس بريزيست، اللي هو بيكون فيها يا شباب الفيروس بيكون موجود في اليوكوسايت اللي هو اسمها
دي تقريبا اسمها الصفائح، مش البليتلت، لا تقريبا هي كرات الدم البيضاء، حاجة كده يعني، ابقى اقولها لكم بالظبط. والكدنس طبعا الكلية، والانترميتنت شيدنج ان السلايفا اور مي اكواير ايه، مش مكمل طبعا الاي ام ان، ده اللي هو لايك البيكتشر بكلينيكالي سيميلار تو اي بي في. والسيتوميجاليك انكلوجن ديسيز يورنج البريجنانسي، خلال مرحله الحمل بقى بيؤدي ان الفيتال كونجينيتال انوماليز يحصل يا شباب عنده، عند البيبي او الطفل ده يحصل له مشاكل خلقيه وعيوب خلقيه اور ابورشن، او حتى اصلا يحصل له اجهاض، او حتى ستيل بيرث اللي هو يتولد ميت تاني. طبعا هنا برضو مفيش فاكسين، نو فاكسين افيلابل. طبعا ركزوا بقى، هو الفاكسين اصلا مش موجود، ده نو فاكسين افيلابل ولا بيكون تحت التجربه، عشان لما يجي يقول لكم تكتبوهم بالظبط عشان ما تغلطوش. برضو تحت التجربه كانوا اول اتنين اللي هو ال1 وال2، بعد كده رقم 3 بندرسه اهو اللي هو رقم 2 في الطبيعي، بس اللي هو اول واحد كان 2 اللي هو 1 و2، ده رقم 2 الاساسي، فاهمني يعني، يا رب تكونوا مركزين. ولكن خلينا نقول 3 اهو، فيبقى كده ده الفاكسين بتاعه يعني اللي هو ايه ملوش نو، عشان نو في الاول نفي ماشي، عشان هو مش جايبها نوت افيلابل، ولكن بيقولك نو فاكسين. طيب اما اللي فوق كانوا تحت التجربة under trial. طيب هنا قلنا السطر ده مش مهم اللي هو ده كده. طيب حتة الايه الاسيمبتوماتيك اللي هو معناها ان الاعراض مش بتكون ظاهرة، الفيروس عندي بس الاعراض مش ظاهرة. بعد كده اعرفوا بقى ان هي بتكون الفيروس موجود فين، في الليوكوسايت والكدني والانترميت شيدنج وفي الصليفة كمان ممكن يحدث، يعني ميو كواير اللي هو ممكن يبقى كمان موجود في الصليفة. بس السيتوميجاليك انكلوجن ديسيز خلال مثلا مرحلة الحمل بيؤدي ان البيبي ده ينزل بقى ايه ستيل بيرس اللي هو ميت، ابورشن اللي هو يحصل له اجهاض، الام اصلا بتسقطه، او حتى كونجينيتال انوماليس اللي هو ناقص بقى ايه، في عنده عيوب خلقيه، ممكن ناقص ايد، ناقص رجل، ناقص صباع، دي كلها عيوب. تمام، فدي كلها بسبب مرض مين؟ السيتوميجالو فيروس. فل قوي قوي قوي. تعالوا ندخل بقى على الهيومن اميونو ديفيشنسي فيروس اللي هو الاتش اي في فيروس الايدز يا شباب، والعياذ بالله، عافانا الله واياكم. عايزه ارجعكم وافكركم ان احنا خدنا ربيع وعرفنا كل حاجه عنه، خدنا الهرب يا شباب، وكان الهرب ليه انواع اللي احنا اصلا نزلنا ندرسها ولسه واللي هو يعتبر خلصناها خلاص. خدنا رقم 1 2 اتش اس في 1 و2، وعرفنا ده ايه وده ايه، بينتشر ازاي، والفاكسين اللي بناخده ليه فاكسين ولا لا، والحاجات دي كلها. وخدنا السيتوميجالي وعرفنا كل حاجه عنه. بعد كده المفروض فيه الابستين، هو مش جايب الابستين، امال هيعمل ايه بقى؟ لا ده خلي على طول على فيروس الايدز اللي هو الاتش اي في يا شباب، او الهيومن اميونيتي ديفيشنسي، بيلعب على مرض المناعه شويه. طب بينتقل ازاي؟ قال لي بينتقل عن طريق 3 ترانسميشنز يا شباب، سيكشوال والبارنترال والمذر تو فيتس. يعني يا شباب سيكشوال هو مرحله الجماع زي ما احنا لسه قايلين، اللي هو كونتاكت از فيروس بريزنت ان سيمن، ممكن يا شباب يكون موجود في مين؟ في السيمن. ايه السيمن؟ اللي هو السائل المنوي، والفاجينا اللي هو الفاجينا بتاع الست اللي هو المهبل، سكريشن، الافرازات اللي بيكون فيهم ده سيكشوال. من خلال الافرازات دي بتحصل ايه؟ يحصل انتقال للفيروس الايدز ده يعني بينهم. البارنترال يا شباب عن طريق اللي هو ايه ترانسفيوشن بلاد، نقل الدم، اور اتس برودكت، او المنتجات الدم نفسها، لان انا ممكن ما انقلش دم كامل، امال انا انقل مثلا كرات دم بيضاء، كرات دم حمراء، بلازما، كل الحاجات دي، ما هي دي كلها برودكتس للايه؟ للبلاد، منتجات دم مش دم كامل، فاهميني؟ هو مكونات دم يعني. طيب بيكينج باي كونتامينيتد نيدل، اللي هو كمان ممكن يكون عن طريق لو انا عندي مثلا ابره النيدل مثلا اللي انا هدي بيها تكون ملوثه وفيها فيروس الايدز ده بتنقلها لي، او السيرنج كمان. تمام، هو ده البارنترال. طيب المذر تو فيتس اللي هو من الام بقى يا شباب، من خلال المشيمه او البلاسينتال او البلاسينتا during البرينيتال قبل الولاده يا شباب، وكمان في البيرث اللي هو في اثناء مرحله الولاده، وكمان من خلال الايه فايل بريست ميلك. ركزوا ان هنا برضو متشابه في الانتقال مع الفيروسات اللي قلناها فوق، زي سيتوميجالي. تمام، مهمة جدا افرق زي اللي هو اسمه ايه الفراسيلا. فانا هظبطهم لكم في الاخر، اقول لكم مين مشترك فيه عشان تسيستموهم. ممكن وانا براجع ابعت لكم الورقه بتاعه المراجعه، يعني اللي هو بقى اظبط لكم الحاجات، ده متشابه مع ده في طريقه الانتقال، لا ده متشابه مع ده في فتره مش عارفه الحضانه مثلا، وهكذا. هظبط لكم الدنيا وهخليكم اسستمهم لكم ازاي تحفظوهم، عشان ما تتلخبطوا في الامتحان. متقلقوش واستحملونا عشان انا مش مجمعه، يعني حاليا حاسه ان انا بتكلم وانا نعسانه اصلا.
فاعذروني. المهم يلا بسرعة عشان نخلص المحاضرة. اللي احنا خدنا كام دلوقتي؟ خدنا 29 دقيقة. عاش، مش كتير على فكرة. المهم خدنا دلوقتي اول حاجة السيكشوال، خدنا البرنترال، وخدنا المذر تو فيتس. هجمع لكم الدنيا دي باذن الله في المراجعة، فاوريدي حتى لو في ناس من بره هتقدر تشوف التجميعة دي في فيديو المراجعة ان شاء الله. طيب الكلينيكال فيندنج احنا كنا فين ايه؟ طيب عاش. الكلينيكال فيندنج ان كلينيكال بيكتشر اوف الاتش اي في انفكشن كان بيديفايد 3 ستيجز. عندنا يا شباب 3 ستيجز، 3 مراحل. ايرلي او الاكيوت، تمام، الايرلي هي الاكيوت، وميدل اللي هي بنسميها ليتنت، وليت يعني مرحله بتكون لسه لا ان انا في حاله متقدمه من الفيروس ده، مرحله بتكون لا متوسطه اللي هو بنسميها ليتنت، مرحله ليت بقى اللي هو متاخره اللي هو بسميها اميون ديفيشنسي، اللي هو بتلعب بقى على المناعه يا شباب، اللي هو انا الجهاز المناعي بقى بيبدا يهاجم الفيروس ده. طيب حته الاكيوت ندرسهم بقى بالتفصيل، والثري ايه هبقول لكم في الاخر. الثري دول مهمين، الثري ستيجز دول. الاكيوت بتكون جنرالايزد ليمفو باندينوسي، اللي هو بيحصل عندي يا شباب ايه نسميها ايه، التهاب في العقد الليمفاويه مثلا، ليمفو دينو بيسي اللي هو معناها عندي التهاب في العقد الليمفاويه، فيفر، سرسروت اللي هو التهاب في الحلق او في الزور، راش، طفح جلد وكده. فده كله الحاجات اللي بتظهر عندي مهمين جدا 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 للغايه، والله جايين في الامتحان. تمام. طيب الليتنت يا شباب والامتحان اصلا بقى ب5 درجات، فاللي هو انا هقول لكم جايين بس مهمين للميد ترم. طيب latent may extend for 10 years، تمتد ل10 ايه سنوات. is asymptomatic برضو اللي هو بيكون يا شباب المرض اوريدي موجود عندي بس ملوش اعراض ظاهرة. تمام. طيب lately مؤخرا او حديثا me wasting chronic diarrhea، يبقى عندي يا شباب ايه مثلا اسهال مستمر معايا، ليمفادو اسمها ايه ليمفادينوباسي اللي هو عندي التهاب في العقد الليمفاويه. واخر مرحله بقى او ستيج فيهم الايدز هنا بيكون اكوايرد اميون ديفيشنسي سندروم، يعني يا شباب بيبقى عندي بقى المناعه او الجهاز المناعي عندي فيه نقص، اصلا مناعتي مش قادره اقاوم على كده وخلاص بستسلم. طبعا المفروض المرحله تكون خطيره اوريدي. this increase الفريكوانسي اوف الاوبورتونسيك ايه او الفيرال او البكتيريا اللي ممكن يكون يا شباب ايه فيروس او بكتيريال او فانجاي اللي هو فطريات بروتوزواي اللي اسمها ايه اللي هي الطفيليات دي، انفكشن اند الكانسر كمان ممكن يكون عدوى من الحاجات دي او سرطانات. طبعا ما عنديش فاكسين للاسف متاح، ولكن كلهم او سيفرال العديد من الفاكسينات هنا بيكونوا تحت التجربه برضو. لحد دلوقتي ما لناش فاكسين لاي حاجه. بعد كده لما يجي فيروس وتعرفوا ان ليه فاكسين يبقى كده احنا اوريدي هنثبته ان ده الوحيد اللي ليه فاكسين، اما الباقي اللي عدى كله اما كان تحت التجربه زي الاتش سي في اللي هو 1 و 2، او كان ملوش زي السيتوميجالي وزي الايه فيروس الايدز كده. تمام. وثبتهم لكم اهو. ركزوا معايا ارجوكم، انا حقيقي بغمض عينيا والله. الهيباتيتس فيروس ايه هو اصلا؟ كده احنا ما درسناش رقم 3 هنا ودخل على الايدز، ما درسناش رقم 3 في الهرب. احنا خدنا في الهرب اللي هو الاتش اس في 1 و 2، وخدنا سيتوميجالي وخدنا الزيستور او الاتش او والفارسيلا، بس ما خدناش الابستين او الاتش او الاي بي في. فل عشان تكونوا مصحصحين معايا. دخلنا على مجموعة تانية الهيباتيتس فيروس، ودي اللي هننهي بيها اللي هو هتكون هيباتيتس ايه، هيباتيتس بي، هيباتيتس ايه دي وايه وسي. تعالوا نقولهم تاني كده. انتوا حافظين ايه بي ولا لا؟ قولوا معايا ايه بي والله قولوا ما تتكسفوش. مين اللي مش بيقول؟ قول يا ابني انت وهو. اي بي سي دي اي. تمام. تعالوا بقى نجيبهم بالترتيب، يعني مش هنجيبهم زي ما هم موجودين هنا، لا احنا هناخد ايه الاول، بعد كده ناخد بي، سي مش جايه دلوقتي فهنجيب الاول سي، وبعد كده نجيب دي، وبعد كده ايه. فل كده فل. طيب ال ايه only one stereotype is known، يعني ايه يا شباب؟ كلمة استيروب طيب ده اللي هو معناها اللي هو بتشير للتغيرات او التشينجز داخل مثلا انواع من البكتيريا وكده. النوع هو يعني احفظوها، ما انا قلت لكم مش عايزه اترجم حاجه عشان هتقعدوا تتعقدوا بجد لو عرفتوا الترجمه، حقيقي مش هتفهموها برضو. انت مش مطالب غير ان انت تدخل الامتحان تقفل حياتك بقى، ان انا ابقى فاهم مش ده مايكرو مش هيفيدك حتى في التمريض. لا اساسيات تمريض نظري او عملي اوريدي هفهمها لكم، فيسيو برضو تمام، اناتومي برضو تمام، اما باقي المواد لا، ولا باي ولا مايكرو، بس اوريدي انا بظبط لكم الماده يعني ما تخليناش نتكلم. طيب الاستيروب ده بيكون نوع اللي معروف نحفظها حفظ مهم
طيب ب2 عن طريق الفيكو اورال، مهم جدا 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 جدا. لما يجي لكم بكره سؤال ويقول لك انا اوريدي اعمل لكم برده في المراجعه، هيكون بقى فيها الاسئله وهيكون فيها التجميع والدنيا ان شاء الله، يعني هتكون تمام. ب2 عن طريق الفيكو اورال هو الفيكو اورال ده يا شباب، فيكو بتشيل الفيسز او الفيكال اللي هو البراز، اورال بتشيل الفم اللي جاب ده. يعني يا شباب لو عندي الباثوجين او الفيروس موجود في الفيكال ولو رحت بقى اتنقل عن طريق الفم، يبقى ده كله على بعضه كده اسمه فيكو اورال. ملكوش دعوه بازاي بقى، ملكوش دعوه خالص. الاي بي فتره الحضانه بتاعته من 2 ل 6 اسابيع. يبقى عمنا ايه ده بيجي يقعد عندنا كام؟ الباقيين ما قلناش فيهم فتره حضانه، خليكم مصحصحين معايا، احنا ما قلناش غير في اول واحد اللي هو عمنا ربيع كان بيجي يقعد من 2 ل 16 اسبوع، ده بيجي يقعد من 2 ل 6 اسابيع. تعالوا كده نطلع فوق اهو، كان بيجي يقعد من 2 ل 16 اسبوع. طب الاتش اس في قلت لكم ليه فتره حضانه؟ لا. طب 1 و2 اللي هو 1 و2 ما لهمش فتره حضانه. الفراسيلا كان ليه فتره حضانه برضو؟ لا. تمام. ال الايه كنت بدي جرعات وكده بس ما كانش بيبقى ليه فتره حضانه. السيتوميجالي كان ليه؟ ما كانش ليه فتره حضانه والله. الايه الايدز كان ليه؟ لا بس كان ليه 3 ستيجز صح، بس ما كانش ليه فتره حضانه. يبقى كده عندنا 2 بس اللي هم فتره حضانه، فيروس ايه هيباتيتس ايه، وده بيكون احنا دخلنا على ايه من غير ما نقول اول شويه فوق، هقولهم لكم دلوقتي خلاص واقولهم لكم. قلنا ان احنا عندنا ده بيكون من 2 ل 6 اسابيع. عايزه اخلص عشان انا هنام. المانيفستيشنز ار ذا سيم ان اول هيباتيتس، يعني عندي الاعراض في كل هيباتيتس هنا بتكون ايه بقى؟ ابدومينال، حاجات مشاكل في البطن مثلا الم في البطن اللي هو ابدومينال بين، بيكون عندي انوركسيا فيفر جوندس صفرة، عارفين طبعا انوركسيا فقدان شهيه. خلاص بقى مش عايزه اترجم. ميني كيسز حالات عديده ار انتي اني كريتيك اني كتيرك او اللي هو السيمبوسايتوميتك اللي هو شباب برضو نفس الحوار. الاعراض مش انا المرض عندي بس الاعراض مش ظاهره عليا، فاوريدي دي الخطوره. عارفين لو المرض بيجي وانا الاعراض تظهر على طول كان هيبقى اديها الدنيا على طول وكده، لكن هو للاسف ان الانسان بيكون مرض عنده مفيش اي اعراض ظاهره له. ولكن المانيفستيشنز اللي بتبقى عنده في الاخر بقى اللي هي ايه؟ الم بقى في البطن وصفرة وحمى وانوركسيا والحاجات دي كلها. طيب الريكفري بتحدث وزود كومبليكيشن بدون ما يبقى عندي اي اسمها ايه كومبليكيشن اللي هي ايه؟ مضاعفات. تمام. نو كرونيك هيباتيتس اللي هو مش بيبقى عندي حاجات مزمنه، او كرونيك كارير اللي هو مش بيبقى عندي، لا اللي هو مفيش خلاص الموضوع انتهى مش هيعيش مزمن معايا يعني. ده بالنسبه لفيروس ايه كفتره الحضانه. كان بينتقل ازاي؟ كان انا عندي وان اونلي او اونلي وان استروب هو اللي معروف منه، والحالات مش بتكون اسيمبتوماتيك اللي هو مش بتكون ظاهره شويه. والريكفري بقى بتحدث ايه بدون اي كومبليكيشن ولا بيبقى عندي كرونيك ولا اي مشكله، اللهم لك الحمد. البروفيلاكس او الوقايه منه باخد فاكسين اسمه هافي ماشي، يعني هابي يعني كده بيكون سعيد. هافريكس علموها والله علموهم بحاجات تسهل عليكم. هافريكس ان اكتيفيتد فاكسين ريكومندد تو تشيلدرن. يبقى هافريكس ده بكون يا شباب بوصيه او بديه، او الفاكسين ده بيكون للاطفال. طب مين اللي بيكون للكبار؟ طبعا ده بيكون عن طريق 2 دوزز جرعتين 6 شهور. ده اول حاجه في 6 شهور at 12 or 18 سنه. يعني يا شباب بيكونوا 6 جرعتين، كل جرعه منهم بتتاخد بعد 6 شهور. يعني ايه جرعه بتتاخد؟ مش هقولها لكم ازاي. يعني يا شباب هو الطفل بيكون عنده من 12 ل 18 شهر فل، قسموه بقى الجرعتين دول كل 6 شهور بس. التوينكس خلوها توينكس. عارفين توينكس اللي هي كانت بسكوتة ولا كانت ايه؟ توينكس دي كانت بسكوت او نيطايه او حاجه او شوكولاته تقريبا ان كان. يعني المهم حاجه اسمها هافريكس وتوينكس، مش هقول توينكس والله هتبقى سهله بالنسبه لكم. توينكس ده بيكون كومبينيشن بين الفاكسين اللي هو دمج بين 2 اميون اجينست البوس الاي والبي. يعني توينكس ده بستخدمه الاي والبي، هو اصلا فاكسين او لقاح او دمج بين الاثنين اللي هو بيكون ضد مين؟ فيروس ايه، هيباتيتس ايه وهيباتيتس بي. فل خلصنا ايه الحمد لله. وخدنا كام؟ خدنا 39 دقيقة كتير. طيب هيباتيتس خلاص خلصنا. عايزه اقول لكم ان الهيباتيتس فيروس يا شباب ده بيكون كان اكواير ان كورس او في السيفرال فيرال اللي هو بيكون يا شباب عدد من الفيروسات او الانفكشن زي البي اي بي في والسي ام في والرابيلا فيروس. فرق بين الرابيلا والربيع. but some viruses primarily
primarily infect the liver are called hepatitis virus. يعني يا شباب لو الفيروس ده الهيباتيتس ده ممكن يحصل في يعني اللي هو بيكون عندي انا عندي عديد من الانواع او الانفكشن زي الاي بي اللي احنا لسه دارسينهم فوق وسيتوميجالي والرابيلا والحاجات دي. تمام. طيب لكن عندي بعض الامراض اللي بتكون انفكت للليفر بس معديه للكبد بس، هي دي اللي بسميها هيباتيتس، ودي بتكون هيباتيتس اي معدي برضو للليفر او انفكت للليفر، بي وسي ودي واي. فل وخلصناهم وندخل على فيروس بي وكده خلاص يعتبر في السلايد اللي هو كام 13. طيب because serum hepatitis وفيروس has one serum بيكون عنده one serum all body fluid from برضو one serum خلوكم فاكرين، و all body fluid from ال HPV infected patient may be infectious. يعني يا شباب كل السوائل هنا من الفيروس بي اللي هو لو هو الفلود بيكون infected هيكون هو اللي هيصبح infectious يعني اللي هو هيكون معدي يعني. بعد كده الترانسميتد بيتنقل ازاي؟ عن طريق 3 حاجات. بارنترال عايزاكم تعرفوا ان ايه كان عن طريق الفيكو اورال، اما ده عن طريق 3 حاجات بارنترال سيكشوالي وبرينيتال ترانسميشن. ايه ده؟ فاكره انا قلت الحاجات دي قبل كده، تعالوا اجيبها لكم. سيكشوال بارنترال ومذر تو فيتس. يبقى سيكشوال وبارنترال كانوا في الفيروس بتاع الايدز، بس المذر تو فيتس على عكس مين هنا اللي هو البرينيتال ترانسميشن. هتلاقوها هي على فكره، يعني اللي هو من الام للجنين، فهم ال3 يعتبر نفس طريقة الانتقال بتاعت فيروس الايدز. فركزوا معايا قوي قوي، هجمع لكم الدنيا ان شاء الله في فيديو المراجعة، بس فهموا الدنيا دلوقتي برضو. هنا البارنترال اللي شباب ده بيكون عن طريق البلاد والبلازما طبعا لو عندي اي كونتامينيت لو نيدلز بقى وسكال بيز السكال بيلز اللي هو اسمها ايه المشرط او المشرط، والتاتو لو حد راسم وشم او تاتو وشم او الاير بيرسينج، كل الحاجات دي بتكون بارنترال من ضمن الحاجات اللي بتساعد على انتشار فيروس البي ده. طيب او من خلالها بينتقل الفيروس البي. السيكشوالي بيكون فروم الكارير اللي هو من الشخص اللي حامل المرض ده اصلا، فروم الكلوز كونتاكت لما بيحصل تقارب قوي 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 اللي هو بيبقى فيه كونتاكت او اللي هو فيه تقارب بين الشخصين دول اللي هو الشخص اللي حامل المرض والتاني. تمام. الفيروس بريزنت هتلاقوا الفيروس موجود فين؟ في السلايفا اللعاب بتاعي او السيمن اللي هو السائل المنوي زي ما قلت لكم، او حتى الفاجينال سيكريشن اللي هو افرازات المهبل. وبعد كده قلت لكم البرينيتال عن طريق بقى شاب من الام، لو الام هي المعديه ينتقل للنيو بورن بتاعها، فهو نفس الحوار هناك من المذر تو فيتس هي during البيرث خلال طبعا الولاده او البريست ميلك برضه it contains low virus concentration اللي هو البريست ميلك بيبقى بيحتوي على كمية قليلة من الفيروس يا شباب، او تركيز الفيروس. لبن الصدر او البريست بيكون بيحتوي على كمية قليلة. تمام. طيب الباثوجين يا شباب بيقول human are the only natural host of ال HPV no animal او reservoir. يعني ايه الهيومن ده بيكون only natural host، يعني ده هو الكائن الوحيد اللي بيكون مضيف لفيروس بي، يعني مضيف هو اللي حامل فيروس بي ده الهيومن. طيب نو انيمال ريسيرفوار يعني ما ينفعش يكون في الحيوان، لا في الهيومن الكائن البشري هو الريسيرفوار يعني الحامل للفيروس. تمام. الاي بي هنا الانكيوبيشنال بيريود افتكروا ان الفتره الحضانيه هنا من 2 ل 6 شهور. طب امال في الايه كانت من 2 ل 6 اسابيع، ركزوا قوي قوي يا مانس ولا شهر. امال ربيع كان ايه من 2 ل 16 اسبوع. طيب كده اكتر واحد بيجي يقعد عندي كتير مين؟ فيروس بي. عايزاكم تعلموا الحاجات كده وتثبتوها، ها شطاطير. طيب البروفايلاكسيس يا شباب عايزه بقى اعمل وقايه منه. قال لي بري اكسبوجر بروفايلاكسيس باي اكتيف اميونيزيشن ات هاي ريسك، ان انا بيكون عندي المناعه بتاعتي يعني هي المعتمد عليها. ريكومبينينت هيباتيتس بي فاكسين او اللي هو الفاكسين هنا اسمه ريكومبي فاكس، خليها ريكو امي او لا يعني لا كده هيبقى عيب. ريكومبي احفظها زي ما هي ريكومبي فاكس ماشي. طيب كونتين البي والاي جي بروديوسد ان ييست سيلز باي الخلايا الخمريه، الخلايا اللي بتكون خميره ييست باي ريكومبيننت دي ان اي تكنيك. الكلام ده كله هقول لكم في الاخر. جيفن اي ام طبعا الوقايه منه انا بدي يا شباب برضو بدي حقن اي ام عضل عن طريق 3 جرعات بتكون في العمر من 0 ل1 ل6 شهور ومن 2 ل4 ل6 شهور في مصر. فل نعرف ايه هنا في البروفايلاكسس عشان ندخل على فيروس سي.
اي بي سي. ناخد بقى بالترتيب زي ما قلت لكم. نعرف هنا يا شباب ان انا عندي بيكون الفيروس بتاع اسمه ريكو ايه ده، كده مهم جدا بس مش عايزه اكتر حاجه. ده بيكون بريديوسد اصلا، او الاي جي بتاعه بيكون بينتج في الخلايا اليست سيلز، عشان دي برضو مهمه. بدي ممكن كمان من ضمن الوقايه ان انا طبعا بلعب على الدي ان ايه هنا عشان يبقى وقايه، او اعمل وقايه كويسه يعني. بعد كده هنا بدي اي ام بيكون 3 جرعات. ده المهم اللي نعرفه. في الاخر هقول لكم في المراجعه، لان انا كنت عايزه ارجع لكم المحاضره دي كده بعد ما اخلص، بس مش هقدر بصراحه. انا اصلا تقريبا هو بنام يعني. السي اتش سي في ده بيكون موست بري فالنت بلاد بورن باثوجين، يعني يا شباب فيروس سي يعتبر اللي هو بيتنقل عن طريق الدم. الاي بي نعرفه كديفينيشن كده، اعرفه بريفالنت بلاد بورن، مش عايزه اكتر من كده. الاي بي بيقعد معانا كام؟ من 4 ل8 اسابيع، من 4 ل8 اسابيع. الاي كان بيقعد من 2 ل6 اسابيع. يبقى كده دلوقتي لو جينا نرتبهم مين بيقعد اكتر، فكده دلوقتي ايه اقل واحد فيهم. تمام. طيب فيروس سي يا شباب كمان ميني اكيوت، هيكون طبعا اكيوت وكرونيك انفكشن. ممكن تكون العدوى عندي مزمنه، او حتى اكيوت اللي هو لسه حاصله مثلا، او اللي هي حد، او اللي هو اكيوت. ار اسيمبتوماتيك اللي هو بيكون برضو السيمتوماتيك اللي هو بيكون مفيش اعراض ظاهره برضو. 85% بروجريس تو كرونيك ديسيز. طبعا انا قلت لكم انها ممكن تكون اكيوت او كرونيك، بس طبعا 85% بيتحول لكرونيك وبيبقى مزمن معايا، اللي هم بيبقى عايشين عندهم فيروس سي. طيب ترانسميشن بيتنقل مين؟ للبارنترال از اتش بي في. بيكون طبعا اكتر حاجه بيتنقل ان هو يكون بارنترال يا شباب. مهم قوي ان اعرف ان هي بارنترال. طبعا هنا مفيش فاكسين، نو فاكسين افيلابل. نعرف انه فيروس سي كمان ملوش فاكسين. كده تقريبا اللي ليهم فاكسين هم 2 بس. تمام، ركزوا معايا قوي. طيب ناخد بقى اي بي سي دي، ناخد فيروس دي عشان ننهي بقى، قربنا نخلص. مود اوف الترانسميشن بيكون طريقة الانتقال بي. يعني لو انت دلوقتي بي انتقل، او دي بينتقل من خلال بي. فاهمين اللي هو الحوار؟ عايز تعالج دي، عالج بي. ليه؟ ما هو دي ما بيدخلش غير لما بي يدخل. فبسيطة اهي. بيقعد كام؟ من 2 ل 12 اسبوع، من 2 ل 12 اسبوع. اقل طبعا من فيروس بي، اقل. تمام. بريفنشن طبعا اهو لسه بقول لكم، عايز تمنع دي امنع بي الاول. ليه؟ عشان ده دخل بعد ما التاني دخل، او سبب دخول دي هو بي. طيب فانا لازم امنع البي انفكشن باي فاكسينيشن، عن طريق طبعا اللي هو اللقاح consequently prevent دي انفكشن. طبعا اللي هو اللقاح هيمنع لي الدي. اخر حاجه شاف فيروس طبعا بيتنقل فيكو اورال زي ركزوا قوي معايا. ريسمبل او بيجمع الهيباتيتس كلينيكالي بات كوز هاي ريت ان بريجنانت ويمن. بيكون يا شباب الهاي ريت او المعدل بتاع حدوثه بيكون عالي اوي في المرأة اللي بتكون حامل. برضو ما عنديش فاكسين ليه. انتظروا ملخص، مش ملخص، هو تجميعة في ورقة كده محترمة بالظبط، اللي هو هتكون صفحة واحدة. وهجيب لكم الاخر كمان، يعني انتوا كده اوريدي فهمتوا المحاضرة كتلخيصة وتسستمتها بقى في دماغكم. سيبوها عليا، على الله ثم عليا، وبعد كده ان شاء الله يعني هتدعوا لي وسهل لكم كمان. يعني هو اوريدي المحاضرة بقت سهلة، هسهلها لكم اكتر واكتر. وبس كده. اتمنى يا رب اكون قدرت افيدكم. ولو سامحوني لو في اي تقطع في الفيديو، بس حقيقي تعبانه. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله.